مساء الفل. امبارح بدأنا فقرة أو سلسلة تحليلات كده مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، واتكلمنا على معظم الأفكار التدريبية اللي بيتبناها جوميز، واتكلمنا على مجموعة من الأوضاع الخططية اللي هو بيشتغل عليها. اتكلمنا على فكرة الاستحواذ على نص الملعب، واتكلمنا برضو على المرحلة الأولى في بناء اللعب والمرحلة الثانية في عملية تدوير الكرة في نص الملعب، واتكلمنا اخيرا على طريقه بناء الهجمه وازاي ان هو بيعمل اوفرلود على جبهه من الجبهات سواء شلبي او زيزو علشان خاطر يقدر يجمع اللعب ويحولها لهجمات في الثلث الاخير. اتكلمنا برضو اخيرا على مين هو الباك الشمال المؤهل لخوض اللقاء، سواء محمود بن تايج او عمر جابر او محمد حمدي. ده كان ملخص سريع، لو فاتك الفيديو انا هسيبه في الديسكريبشن تحت تسمع الجزء الاول، لان بشكل كبير جدا الجزء الثاني هيكون مرتبط بالجزء الاول، هتبقى في صورة سلسلة. ويلا بينا نبدأ الجزء الثاني. بس في البداية لو حضرتك مش مشترك في القناة يا ريت تشترك. لو المحتوى اللي احنا بنقدمه عجبك اعمل لايك واعمل شير في وسط كل الناس اللي بتحبهم، ويلا بينا نبدأ. النهارده هنتكلم في الجزء الثاني من الحلقة على فكرة ازاي الوضعية الدفاعية بالنسبة لجوميز. اتكلمنا معظم الوقت على اثناء حمل الكوره، هنتكلم النهارده على لما بنخسر الكوره هنتصرف ازاي. معظم كلامنا امبارح كان مبني على فكره اثناء حمل الكوره في 3 مراحل اللعب، سواء في البيلد اب او في البروجريشن او في الفاينل سيرف. النهارده هنتكلم على كلام مختلف تماما، وهو طريقه خساره الكوره وكيفيه استرجاعها في اسرع وقت ممكن. هنجد ان جوميز عنده سياسه مختلفه في كل مرحله من مراحل اللعب، سواء فقد الكوره في الثلث الاوسط او في الثلث الاخير له سياسه معينه في استرجاع الكوره. اذا كان الزمالك خارج بهجمه منظمه وعمل تحميل في اللعب على احد الجبهات زي ما اتكلمنا امبارح، ومثلا اللعب ناحيه شلبي بيضغط معاه ناصر ماهر، بيضغط معاه عبد الله السعيد، ومن وراهم دونجا علشان يجمع اللعب في المنطقه دي وبعدين يحولها في المنطقه الفاضيه اللي زيزو بيستغلها. ده اتكلمنا فيه امبارح. طيب لو الملعب فقدنا فيه الكوره في الوضعيه دي، بيبدا سياسه اسمها الضغط بالترحيل. بنعمل حاجه اسمها الضغط العكسي، وهو ان كل لعيب بيرحل في مكانه الطبيعي من غير خلل لفكره الكومباكت. يعني كتير لما كنا بنفقد الكوره كنا بنجد مثلا في عشوائيه في موضوع الارتداد، بتلاقي ده جري في ناحيه وده جري في ناحيه وده جري في ناحيه وتخلي فجوات، ودي بيكون طبعا سبب في تفضيل مساحات زي كده وان يتلعب عليك لعب مباشر. فعلشان كده مهم جدا طريقه الضغط العكسي، ودي بتتبعها الفرق الكبيره في فكره الترحيل. اول حاجه خالص اقرب اتنين بالنسبه لما صار قطع الكوره بيضغطوا ضغط شديد جدا وبيدوروا على الاسترجاع اللحظي للكوره. الفرد الثالث معاهم غالبا بيكون هنا ناصر او عبد الله ايا كان هو مين، بيضغط معاهم وبيكون معاهم شكل مثلث عشان يقفل زوايا التمرير، بحيث ان الشخص اللي قطع الكوره ما يقدرش ان هو يمرر بسهوله. واول واحد بيفكر في الارتداد هو دونجا. تمام، ده طبعا على حسب وضعيه او مكان الكوره اللي احنا خسرناها. المشكله الاكبر اللي بتواجهنا بقى هو لو فقدنا الكوره في الثلث الاوسط من واحد من الثلاثه، دونجا او عبد الله او ناصر. وده طبعا بيحصل نتيجه ان بيحصل عندنا ضغط عالي وثلاثيه الوسط. احنا اتكلمنا ان كل واحد في الثلاثه عنده مشكله معينه. دونجا مثلا بيعاني فكره ان هو سيء في قراءه الملعب، ما بيتحركش بشكل كويس مع مسار الكوره. اتكلمنا ان عبد الله السعيد لاعب مميز وقارئ كويس للملعب، لكن عنده مشكله في العامل البدني، ما بيقدرش يعمل التحامات كمان ارضيه او هوائيه. واتكلمنا ان ناصر عنده ضعف في المردود البدني، وحتى لو رجع بيواجه مشاكل في الرجوع. علشان كده فكرت ان احنا ازاي نأمن عمليه نص الملعب في وضعيه الارتداد والقيام بالادوار الدفاعيه. اول فكره جت في دماغي ان احنا محتاجين لاعب بيلعب في المركز رقم 10 يكون بروفايل افضل من ناصر، يقدر يقدم الواجبات الدفاعيه، يقدر يقدم الارتداد الدفاعي مع ثنائيه الوسط عبد الله ودونجا، ويكون يعني لاعب بالبلدي كده معدلاته البدنيه كويسه، يقدر يسعفنا في طول ال 90 دقيقه. تمام. من ناحيه ثانيه من بعض المشكلات اللي كانت بتقابلنا فكره ان هنلاعب ميتشلاك ولا هنلاعب زيزو ولا هنلاعب شلبي، ولا هنكتفي بثنائيه منهم وهنلعب بالثالث على البنش ينزل كتغيير تكتيكي. الفكره اللي طرقت في ذهني ان ممكن ندخل زيزو في العمق ونطلع
مكانه متشلاك ناحيه اليمين، الجبهه اللي بيجيد فيها مع الانديه اللي خاضها في الاحتراف سواء في تركيا او حتى في الدوري البولندي. خاصه ان هو مميز في الجبهه دي، ويقدر يحافظ على المردود الهجومي اللي كان بيقوم بزيزو. زيزو هيديني بعض مميزات كتير جدا في لعبه في المركز رقم 10. اولا زيزو هيكون اقرب اكتر للمرمى، وهو مميز في عمليه الانهاء على المرمى، دي اول نقطه. تاني نقطه، زيزو مميز جدا في الاندفاع البدني، ويقدر يرتد لمساحات متاخره جدا بجنب دونجا وجنب عبد الله السعيد علشان خاطر يعرف يطلعنا من الكوره بشكل كويس. دي تاني ميزه بالنسبه لزيزو. تالت ميزه واللي انا بشوفها اهم ميزه، هو ان انت لو فقدت الكوره في الثلث الاول او اتعملت عليك هجمه منظمه، اوقات كتير لما الزمالك بيقرر ان هو يخفض البلوك شويه بحيث ان هو يستقبل لعبه اكتر من انه يطلع بهجمات منظمه، علشان طبعا التامين الدفاعي وتنظيم المجهود البدني، بتلاقي الزمالك انضغط بشكل كبير جدا ومش عارف يطلع. وده حصل في مواجهه البوليس الكيني مثلا في اخر مواجهه. فالمشكله هنا بتكمن في ان الزمالك لما بينضغط ما بيبقاش عارف يطلع بالكوره. ليه مش عارف يطلع بالكوره؟ لان احنا ما عندناش لعيبه كويره تعرف تقف على الكوره وتطلع بيها من تحت الضغط. فاحد اهم الحلول اللي ممكن يوفرها لنا زيزو هو عمليه ان هو بيطلع بالكوره بشكل كويس تماما زي عبد الله السعيد، لان احنا طبعا عندنا قصور واضح في مركز المساك اللي هو حسام عبد المجيد في عمليه الخروج بالكوره، وكمان دونجا اللي هو رقم 6 في عمليه الخروج بالكوره. فانا اعتقد ان افضل توظيف لزيزو ان هو ممكن ياخد المركز 10. طبعا الكلام ده بعد رحيل اوباما، لو كان اوباما متاح كنت هرشحه ان هو يلعب المركز ده فضلا عن ناصر ممكن يبقى تغييره كويسه، بينزل الشوط الثاني يعمل حلول فرديه، مميز في الواحد على واحد. ناصر بيفكرني كتير بفتره مصطفى فتحي مع فريرة لما كان بينزله دايما بديل. لما بدا مصطفى فتحي ياخد بشكل اساسي مع نادي الزمالك ما قدمش نفس المستوى، لان هو طبعا على المستوى البدني لعيب قليل، وعلى المستوى المهاري بيكون في صعوبه ان انت تقدم مهارات مميزه في بدايه اللقاء وقدام فريق لسه مشحون بدنيا ونازل مؤهل للقاء. فدي فكره من الافكار اللي كانت هتساعدنا في عمليه الخروج بالكوره بشكل سليم واستقبال الضغط بشكل ايجابي والخروج من تحت الضغط. طبعا في اللحظه اللي احنا هنقدر نخرج بيها في الضغط بالشكل ده كده وبشكل منظم، وتم ارسال مثلا كوره على واحد من الطرفين سواء متشلاك او شلبي، طبعا المساحه دي كلها هتكون فاضيه وهيستغلوا الثلاثي ده عمل هجمه مرتده سواء الجزيري او شلبي او متشلاك، بيستغل المنطقه اللي في الواسعه دي كلها، وممكن تبقى جيم كويس يتلعب على الاهلي. طبعا انا عارف ان الفكره جديده ومفيش ناس كتير تداولتها وخارج حسابات الناس دايما مفكره ان متشلاك يا اما هياخد مكان شلبي يا اما هيبدا على البنش. انا فكرت في فكره بره الصندوق علشان اعالج ضعف ثنائيه الوسط اللي هي مكونه من دونجا القارئ غير جيد للملعب او عبد الله السعيد اللي عنده مشاكل على المستوى البدني، وكمان حلينا فكره لما انضغط ضغط منظم اقدر ازاي اخرج من هذا الضغط بشكل برضه منظم واصنع هجمه مرتده. دي كانت مجرد فكره في عمليه استقبال اللعب مع جوميز. مش عارف هل دي فكره قابله للحدوث في الملعب ولا لا، مش عارف دي ممكن تطرق في فكر جوميز او لا، لكن ده تصوري بشكل كبير للامر. ممكن بقى في الحاله زي ديت لو انا هلعب بالشكل ده استخدم جناح او باك هجومي ناحيه الشمال زي بنتايج، هستغل بقى المساحات الواسعه واستغل سرعته الكبيره في الانطلاقات، خاصه ان شلبي مميز في عمليه الانضباط الدفاعي، فده ممكن بيدي براح الباك اللي وراه ان هو ياخد مساحات تقدميه بالشكل ده ويكون شريك في الهجمه المرتده اللي بيقودها الجزيري مشلاك من الطرف ده ووراهم زيزو وممكن يفتح معاهم شلبي كمان، فده يبقى شكل الارتداد بتاعنا. كلنا شفنا في مباراه الاهلي والزمالك الاخيره اللي احنا كسبنا فيها 2-1 ان احنا صنعنا كم هايل من المرتدات لكن لم نحسن استغلالها. ليه لم نحسن استغلالها؟ لان ما كانش عندنا العناصر التي تبيد الانهاء والعناصر كمان اللي تقدر تطلع بشكل منظم. مهم وانا بعمل حتى الهجمه المرتده ان هي تكون منظمه. تمام، فدي كانت الفكره بتاعتي. تصوري طبعا على طريقه اداره اللقاء والتغييرات اللي ممكن تتم في حال ان التشكيله بتاعتي دي تم وجودها. وطبعا قائمه السوبر الافريقي المرسله مكونه من 20 لاعب
احنا بنتكلم دلوقتي في 11 لاعب هيبدأ. ممكن نتصور التسعة الباقيين، لأن احنا مش معانا قائمة السوبر. مؤكد هيكون في حارس مرمى آخر غير محمد صبحي، فغالبا هيكون محمد عواد. مؤكد برضه هيكون في مساك أو أكتر، نفترض هيكون في مساك على الأقل مع ثنائية حسام وحمزة، هيكون الزناري. مؤكد هيكون في باك شمال آخر مع بن تايج، إذا افترضنا إن بن تايج هيبدأ فغالبا هيكون اللاعب الجديد محمد حمدي لاعب انبي. وهيكون في بديل كمان لعمر جابر احمد حمدي الباك بتاعنا اللي كان معار للجونه. وفي مركز رقم 6 ممكن يبقى معانا زياد كمان. يبقى احنا كده عدينا ادي بديل واثنين وثلاثه واربعه وخمس بدايل مع ال 11، كده بقينا 16. يبقى 4 مراكز. ممكن كمان يبقى في محمد شحاته مع عبد الله السعيد في هذا المركز، كده بقينا 17. ممكن يبقى فيه بديل لزيزو شحت ان ناصر ماهر ما يبداش، يبقى دي كده 18. وجناح اخر على البنش ليكن محمد عاطف او شيكابالا ايا كان في مكان الجناحين، ادي كده 19 مع راس حرب اخر ليكن مثلا عمر فرج او حسام اشرف، ادي كده 20. ممكن نتنازل عن كمان ورقه دفاعيه في مقابل ان احنا نلعب بحسام اشرف وعمر فرج الاثنين على البنش. ده تصور لقائمه ال 20 لاعب اللي ارسلها نادي الزمالك في لقاء السوبر الافريقي. ان شاء الله الحلقه اللي جايه هنتكلم على كولر وازاي هيقدر يرد على الزمالك بافكار مغايره، وازاي برضو كولر بيقدر يطلع بشكل منظم، وازاي بيستغل فكره الارتداد العكسي واسترجاع الكوره نفس الطريقه بتاع جوميز. هنشرح افكار كولر. هنتكلم برضو عن تصور قائمه ال20 لاعب بالنسبه لفريق الاهلي. وفي الاخر هنتكلم في جزئيه الصراعات بقى، كيفيه تقسيم اللقاء، امتى ادافع وامتى هاجم، امتى استحوذ وامتى اميل ان انا اترك الكوره. دي كلها افكار هتبقى طارئه في ذهن المدربين، والمفروض يكونوا محضرين لها بشكل كويس من دلوقتي. للي فاتوا الجزء الاول هيلاقيه في الديسكريبشن زي ما اتكلمنا. مهم انك تسمع الجزء الاول علشان تكمل الجزء الثاني ويكون الموضوع مترابط بالنسبه لك. متشكر جدا على حسن الاستماع، وان شاء الله الفتره اللي جايه يكون في شغل افضل من كده كمان. متشكر جدا لكم.